هو حسام حسن غلطان ان في لعيب كان المفروض ياخده معاه في كاس العالم وما خدوش؟ طيب، بصوا يا جماعه، اولا نركن اهلي والزمالك على جنب. تعالوا نتكلم بعيدا عن الانتماءات والعاطفه. انا شايف ان حسام حسن غلطان، او كان في لعيب يستحق انه ياخده وما خدوش. هتكلم على اتنين لعيبه. مصطفى محمد، انا لازلت لحد دلوقتي عند رايي ان مصطفى محمد كان لازم وكان هيفيدنا جدا وهيفرق معانا في الجزئيه بتاعه الهجوم والعمق الهجومي والمحطه لو كنت خدته. حمزه عبد الكريم لعيب كويس، لعيب كويس، ما بتكلمش ان هو ما ياخدش حمزه او كريم، انا بتكلم على مصطفى محمد بس. كان هيفرق معاك. طيب مين تاني؟ محمد اسماعيل. ناس كتير قوي هاجمت حسام حسن بعد ماتش ايران بسبب الاصابات اللي حصلت والجزئيه بتاعت محمد عبد المنعم وانه كان مصاب وراس صليبي وما لعبش وخده، انه زي ما خدش محمد اسماعيل. انا شايف محمد اسماعيل كان هيفيدك. مساك، عامل موسم جامد مع الزمالك، وكان هيفيدك. لعيب بيلعب مساك، ممكن يلعب باك، ممكن يلعب في نص الملعب، وانت كنت محتاجه، وكان ممكن تاخده مكان محمد عبد المنعم، خصوصا ان محمد عبد المنعم راجع من الاصابه وما لعبش بقاله سنه كوره. فده كان رايي. بس خلينا بقى نقول، هو انا علشان حسام ما خدش مصطفى محمد ومحمد اسماعيل هاجمه؟ لا، مش هاجمه خالص. هندعمه ونكمل دعمنا ليه. اختياراته، اي حد ممكن يغلط في اختياراته وممكن يبقى موفق، واي حد ممكن اختياراته تعجبك وممكن ما تعجبكش. والطبيعي الطبيعي ان ايا كانت اختيارات اي مدير فني في العالم، ان مفيش حد يتفق عليها كلها. فده رايي في الاثنين لعيبه اللي كان نفسي يبقوا موجودين. وبرضه حتى بعد رايي ده، انا لازلت شايف ان حسام حسن ما عملش كارثه. عادي، مش شرط ان احنا كلنا نختلف، نتفق على الاختيارات بتاعته. وزي ما قلنا احنا خلاص يعني عملنا المطلوب مننا وزياده في كاس العالم، وكل الخطوات اللي جايه هو انجاز، بنكبر الانجاز بتاعنا بعمل ازاي. اتمنى ان احنا نوصل لابعد حته. مستني ماتش مصر والارجنتين بفارق السبب في دور ال 16. نتيجته هتبقى عامله ازاي؟ هنصعد دور الثمانيه؟ هنطلع من الارجنتين؟ ايه اللي هيحصل؟ مش فارق معايا، بس هيبقى ماتش تاريخي. وسلام.